تعالوا حبايبي بقى نخلط التوابل بتاعتنا دي، وتعالوا نشوف مطبخ ام ياسين ازاي طلعنا منها يوتوبة واحتفظت بالنكهة بتاعتها لمدة طويلة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ ام ياسين على قد الايد هنعمل بقى التوابل. هنشوف هنخلطها ازاي ونحمصها ازاي، وهنشوف كل التكات بتاعتها عشان تطلع معاكي ناعمة وكويسة. دلوقتي اول حاجة احنا جايبين كمون وكزبرة وفلفل اسود. المجموعة دي انا نضفتها، طلعت منها بقى حبة دول، عشان ما تخلطيش بيها وتقولي لي لا انا متنقيه وكويسه. لا مش متنقيه. طيب لازم ننقيها وننضفها وكل حاجه، وبعد كده بقى نبدا في المرحله التانية. تاني مرحله احنا جبنا اي طاسه عندنا كده وحطيناها على النار، معلقين عليها. دلوقتي هنجيبنا الطاسه وحطينا فيها، وهنحط فيها الكمون عليها كده. حطينا الكميه بتاعتنا كلها زي ما نحط بقى نقلبها كده، تاخد يا دوبك تطلع اليوتوبه بتاعتها، يوتوبه اللي في التوابل، علشان تتخلط معاكي كويس في المطحنه كده، لحد ما تحسوا يا جماعه ان الكمونه دافت كده اهو زي ما انتوا شايفينه. بص انا ايديا حمرت ازاي عشان هي سخنه. هنقفل عليها بقى دلوقتي وهنحط الكزبره اهو يا جماعه. حطينا تاني نوع معانا هو الفلفل، وقعدنا بقى هنفيده كده في الطاسه بتاعتنا وهي على النار برضو، وهنقلب فيه شويه كده لحد ما نحس كده اللي هي دفت برضو الطاسه، والفلفلية كده بدأت تاخد السخونية بتاعتها علشان تتشال منها الرطوبة بتاعت الفلفل. وهتجسيها كده بايديكي لو لقيتيها حلوة ودافية كده او بدأت على السخونية كده، هيبقى طعمه جميل اوي لما بيتخلط وبيتخلط معاكي بسرعة وينعم اكتر. كل ما هتحطيه على النار هادية كده شوية، او كل ما هيطلع يوتيوب هيبقى احسن. اهو يا جماعة شلنا بقى الفلفل وحطينا الكزبرة على النار متوسطة كده، وفرشناها كلها في الصينية. اهم حاجة ان انت كل خرزاية من الكزبرة بتاعتنا توصل لها السخونية بتاعة الطاسة. هنقعد نفرد كده على طول ونقلب بقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق كده، علشان تتدفى كلها وتطلع منها يوتوبة كلها وتبقى حلوة في الخلط. دلوقتي بقى احنا خلصناها، ودلوقتي تعالوا نشوف يا جماعة بقى بعد ما حمصنا الكمون والفلفل والكزبرة كده يا دوبك طلعنا منه يوتوبة. دلوقتي بقى هنيجي لمرحلة الطحن. خدنا الفلفل يا جماعه وطحناه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله يطلع ناعم معاكي خالص. تمسكيه بقى وتاخديه وتحطيه ببرطمانات عشان يحتفظ بالنكهه بتاعت الفلفل بتاعته. وبعد كده واحنا خدنا الكمون وبرده طحناه اهو وناعم، ومنه برده تعبيه في البرطمانات. خلصنا بقى الكمون اللي معانا وخلصنا الكزبره وجينا بيها اهو يا جماعه قدامكم، وجميله وتسهل خالص في الطحن. لما تطلعي من التوابل الرطوبه هتحتفظ هتحتفظ بالنكهه بتاعتها، وهتحتفظ وبالذات التشويحه الحلوه دي اللي احنا عملناها على النار بتحافظ على الريحه بتاعتها لمده طويله. بس المهم تكمويها في في برطمانات او في كيسه كده وتحطيها في قلب المطبخ، تبقى جميله وزي الفل، وتاخدي منها حبه حبه وتستعمليها. هنكمل بقى باقي الكزبره، بس دلوقتي هنهي معاكم الفيديو بتاعنا. وما تنسوش تدعموا قناه ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.